ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن نقطة غير اعتيادية ما فيهاش فيروسات أو فيها أمراض، عشان نعرف ممكن بعض الناس تكون زهقت. هو الحلقة ديت بخصوص هي صحة المصري أفضل ولا صحة الشخص الغربي، سواء الأوروبي أو الأمريكي أو الكندي أو ما إلى ذلك، أيهما صحته أفضل؟ أنا هنا بتكلم على صحة الشخص ذات نفسه، مش الرعاية الصحية اللي بيتلقاها في المؤسسات الطبية زي المستشفيات والمستوصفات والعيادات وما إلى ذلك، عشان الدنيا تكون واضحة. طيب، هو العنوان أصلا عبارة عن سؤال: هو صحة المصري أفضل ولا صحة الغربي؟ هقول لك في مقومات بتساعد وبتخلي الصحة كويسة تبقى متوفرة عند المصري أكتر من الغربي. طب إيه هي المقومات ديت اللي تخلي صحة المصري أفضل من صحة الغربي؟ في عدد من النقاط، هتكلم عن 7 نقاط. أول حاجة منهم هبتدي بيها الشمس. طب ليه؟ وإيه علاقة الشمس؟ الشمس هي اللي بتدينا فيتامين دي. طيب، هو فيتامين دي ما ممكن اخده تابلتس، ممكن اخده دواء. اقول لك لا، الطبيعي غير الصناعي. الطبيعي كل الدراسات اكدت الحاجة الطبيعية بتكون افضل بكتير من الصناعي، لكن الصناعي الكيميكال لازم بيكون فيه منه سايد افكت او اثر جانبي. طيب، هي الشمس ما ممكن برضو يكون عندهم شمس؟ اقول لك لا، في فرق كبير. لما بتطلع احصائية غربية تقول لك انت لازم عشان جسمك ياخد الكم الكافي من فيتامين دي لازم تبقى حاولت تتعرض للشمس 45 دقيقة، ودراعك يبقى ظاهر ورجليك لحد الركبة وفوق الركبة تبقى ظاهرة. والإحصائيات دي عندهم، بس هو الشمس عندهم غير الشمس عندنا. كل طبعا ما بنقرب من خط الاستواء تبقى الشمس أقوى، فما نقارنش الإحصائية اللي تطلع في الغرب بعندنا. طب احنا عندنا يكفي قد ايه مثلا يوميا؟ لو اتعرضت مثلا بتاع 20 أو 25 دقيقة للشمس ده كويس وهيديلك فيتامين دي طبيعي. طب فيتامين دي دلوقتي طبعا هي كان في اصلا بلدان في الغرب ممكن الشمس اصلا ما تكونش طالعه فيها فترات طويله ويكون المطر زي لندن مثلا او انجلترا. بتلاقي المطر على مدار السنه، صيف شتاء المطر شغال والغيوم شغال. ففي بلدان اصلا ممكن ما يكونش فيها شمس. مسألة إن الشمس تطلع بحاجة قليلة. والنقطة التانية، الشمس عشان يتعرض ليها ما ينفعش من خلال حائل، يعني ما ينفعش مثلا من ورا إزاز مثلا. لا، النقطة ديت ما تنفعش، لازم تبقى أشعة شمس مباشرة. طيب، احنا دلوقتي أشعة الشمس هتدينا فيتامين د، حلو. هتديهولنا ازاي؟ أشعة الشمس لما تخترق الجلد بتدوب جزء من الدهون، السيفن ألدهايد جليسرايد، ودوت الكبد بيحوله بعد كده الفيتامين د. جميل جدا، هو حوله الفيتامين د. الفيتامين د هيفيدني في ايه؟ في امتصاص الكالسيوم. فيتامين د بيروح للأمعاء، وده زي ماجنتيك كده بيمتص الكالسيوم من الأكل. طب حلو، الكالسيوم احنا عارفين دوره في المناعة، بس أهم حاجة ايه؟ هو نخاع العظم، تكوين الأسنان ونخاع العظم. العظم بتاعك يبقى سليم. احنا شفنا في أوميكرون والمتحورات بتاعته والمتحور الأخير بنلاقي المريض جسمه وعضلاته واجعينه، بس أكتر كمان بيبقى فيه العظم. يقولك سلسلة الظهر ليه؟ الجسم بيفتت، عاوز يعمل كم كبير من الأنتي بوديز فبيعمل ليمفوسايتس. الليمفوسايتس ده من نخاع العظم. نخاع العظم لازم يبقى قوي عشان يقدر يفتت منه ويقدر يعمل الكم اللي يكفي الفيروس، عشان حجمه كبير والسبايك عليه كتير، فيقدر يعمل انتي بوديز كتير، فيقدر يحدد او يحجم عدد الفيروس في الجسم وما يزيدش، ما يحصلش ريبليكيشن، ما ينقسمش ويزيد عدده. فدي نقطة، دي نقطة الخاصة بالشمس. طيب، النقطة الخاصة بالشمس، الشمس عندنا أفضل ولا عند الغرب؟ لا طبعا عندنا احنا طبعا أفضل، وكل ما اقتربنا من خط الاستواء كل ما الدنيا طبعا كانت أحسن. نشوف الأفارقة تلاقي الطول والعضلات وما إلى ذلك، وحتى الناس تبقى لابسة كما هو، لا بسم الله ما شاء الله. ليه؟ كل ما بنقرب من خط الاستواء كل ما الدنيا بتبقى أفضل وبتبقى أحسن، وبتبقى أشعة الشمس أقوى. فالاستاتستيك أو الاناليسز او الاحصائيات اللي بتطلع من الغرب ده بتبقى عليهم هم، مش بتبقى علينا احنا حتى الغرب لما بيجوا هنا هو بيقولك ايه ده؟ بلد فيها شمس، تروح شرم او كده بتلاقي كله قالع وبياخد حمام شمس. ايه ده؟ حاجة ما بتبقاش عندهم كتير. يعني حتى اتفاجئت السوريين حتى لما نزلوا مصر بيبقوا فرحانين قوي، بيحطوا وشهم في الشمس جامد، رافعين وشهم كده في الشمس جامد.
في ايه يا جماعة؟ لا، ده احنا عندنا بيبقى التلج 5 سنتي و6 سنتي و10 سنتي في الأرض. سوريا، سوريا اللي جنب فلسطين والأردن، مش أوروبا وأمريكا وكندا وكده اهوت. دي النقطة الأولى. طيب النقطة التانية هي المذبوحات. يعني ايه المذبوحات؟ انت اللحوم والدواجن اللي انت بتاكلها بتبقى مذبوحة. لكن عند الغرب لا، مفيش الكلام دوت. ايه اللي عند الغرب؟ الصعق الكهربي. يعني يجي يموت الفرخة أو ما إلى ذلك، أو الجاموسة أو العجلة أو كده أهو بالصعق الكهربي. طب إيه اللي يفرق؟ كده ماتت وكده ماتت. أقول لك لأ، الذبح دي مش ماتت، الذبح أنقى وأفضل، وده من الشريعة الإسلامية. طب هي يعني إيه ذبح الأول؟ الذبح إنه بيقطع العرقين أو الشريانين الرئيسيين اللي بيضخوا الدم للدماغ، اللي بيبقوا موجودين هنا اهوت. طب هو ليه ما بيقطعش الراس كلها؟ لا، عشان الاعصاب تبقى شغاله، ضغط الدم بيوطى في الدماغ لما بيقطع هنا او بيذبح هنا اهوت. الشريانين دول ما بيوصلوش الدم للدماغ، الاعصاب بتبقى شغاله وضغط الدم في الدماغ قليل، فده بياخد الدم كله اللي موجود في الجسم يرفعه للدماغ. طب هنا هو مذبوح هيطلع بره، فالدم والبلازما بيطلع اكبر قدر منها في الذبح. طب دي ميزه ولا عيب؟ لا، ميزه، وميزه كويسه جدا. ليه؟ لأن البلازما دي بيبقى فيها انفكشن أو فيها البكتيريا أو فيها الأجسام المضادة المتصلة بالفيروس. كل ما بيطلع الدم من الجسم والدم يبقى نسبته قليلة، كل ما الأكل أو الذبيحة ديت كانت صحية. عشان كده الذبح الإسلامي ده أفضل شيء وأنقى لحوم ممكن إن أنت تاكلها. لكن عندهم في الغرب لا، السحق الكهربي تبقى بدمها، ودي برضه مشكلة كبيرة. بس طبعا عشان ديت مرتبطة بالشريعة الإسلامية، فالكتير مش بيعترف بيها على الرغم من علمهم بيها إن هي الدم فعلا ده بيبقى أكل صحي جدا جدا جدا. يبقى اتكلمنا عن نقطة الشمس واتكلمنا عن نقطة الذبح. النقطة التانية احنا ما عندناش برضو، دي ضمن نقطة تانية، ان احنا ما عندناش لحوم الخنزير، محدش بياكل لحوم خنزير. طب هي ليه لحوم الخنزير محرمة وسيئة؟ لا، ده هي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. انا عاوز اقول لك حتى برضو في تجربة اتعملت، بيحطوا اللحوم بتاعة الخنزير حتى للكلاب. الكلاب بترفض إن هي تاكلها. ليه؟ لأن هي فيها كم كبير من الدهون المشبعة، ودي حاجة سيئة جدا. الدهون المشبعة ديت هتبقى حاجة سيئة جدا وحاجة مضرة جدا. عاوز أقول لك الخنزير أصلا بيعتمد في أكله كتير على بعض الفئران. يعني حتى ريحته بتجذب الفئران، وعشان كده هو بياكل كمان الفئران. والفئران معروفة إن ديت من القوارض ومشاكلها كتير والفيروسات بتاعتها كتير، حتى بتعيش في البلاعات والمصارف وما إلى ذلك. طيب النقطة التالتة إيه؟ النقطة التالتة الأدوية. إحنا عشان عندنا الجو بيبقى في مصر دافئ، والجو بيبقى كويس وفيه سطوع شمس كتير، تبقى الأدوية بتبقى فعالة أكتر من الغرب اللي الجو عندهم تلج وسقعة وشتوي جدا. لأن الكوتا أو الدوز بتاعة الدواء بتبقى قليلة في الصيف وكتيرة في الشتاء. النقطة التانية تقولي طب ما احنا عندنا المادة الفعالة بتبقى ضعيفة ورخيصة. أقول لك بس بتجيب فعالية عالية بسبب الحرارة اللي موجودة عندنا. يعني احنا بنجيب المادة الفعالة، نسبة كبيرة من الشركات بتجيب المادة الفعالة الدرجة التالتة من الصين مش الدرجة الأولى من الهند. بس على الرغم كده بتبقى فعالة. الغرب لا، ممكن يجيب لك الدرجة الأولى هندي بس ما تلاقيهاش بنفس الفعالية. هي دي النقطة أو المشكلة. النقطة التانية هو لما بيكتر من الأدوية وبياخد منها كتير، السايد إفكت والأثر الجانبي بيبقى كبير، وعشان كده بيطلع أمراض وحاجات كتير وأمراض نادرة توصل ل 8000 مرض نادر. وهي دي النقطة. طب النقطة الرابعة إن إحنا عندنا الصيام. تقولي لا، ما الغرب برضه عنده صيام. أنت فكرك إيه؟ أقول لك لا، الصيام اللي أنا بتكلم عليه هو الصيام الإسلامي، إن أنت تصوم من الفجر لحد المغرب. الصيام من الفجر لحد المغرب. طب ده في صيام الكيتو، التوكسن فاست، صيام السموم، في مش عارف ايه صيام المية اللي هو متاكلش تشرب مية بس. لا، اقول لك افضل صيام
وجد وبيجدد الخلايا وبينشط الجسم وبيريح القلب وبيريح الأوعية والشرايين ويخفض ضغط الدم ويريح الأعصاب هو الصيام الإسلامي. تقول لي بس ممكن في عادات خاطئة بتحصل، إن إحنا ناكل جامد بعديها، حتى لو حصل برضو الصيام الإسلامي أفضل. وإن كان الحديث برضو مش صحيح أو مش دقيق صوموا تصحوا، إلا إن معناه فعلا صحيح. الصيام الإسلامي هو أفضل أنواع الصيام. النقطة التانية هو الصيام بس مش في رمضان، في أيام مثلا تانية تقدر إن أنت تصومها عادي، اللي هو صيام التطوع. وده بيجدد الخلايا وبيخرج مخزون الجلايكوجين من الكبد، بيعمل تنشيط وتجديد خلايا، ومقاوم كمان للشيخوخة، حاجة من العوامل الكويسة جدا. طيب في إيه تاني؟ في كمان مسألة الصيام مرتبط بأكل التمور والبلح. طب هتقولي مع الغرب عنده تمور وبلح وممكن يكون بياكل منه، اقول لك لا، الافضل تمور وبلح اللي بتبقى موجوده في المدينه، رقم اتنين اللي موجوده عندنا في مصر في الواحات، سواء واحد سيوه او الواحات البحريه او ما الى ذلك. دي رقم اتنين على مستوى العالم. طب البلح فايدته في ايه؟ البلح فايدته ان هو غذاء كامل فيه كل العناصر فيقي من الانيميا. لكن الغرب حتى لو صام الصيام بتاعه ما بيعتمدوش كتير على موضوع البلح ولا مسألة البلح. فهي دي النقطة، فالصيام والطموح. دي النقطة الرابعة. طب النقطة الخامسة، الصلاة. تقول لي ايه ده؟ ايش دخل الصلاة في الصحة؟ اقول لك الصلاة تدريب ومقاوم للتيبس من الدرجة الأولى. انت بتصلي 5 فروض في اليوم، انت بتحرك تقريبا كل عضلات جسمك وجميع المفاصل، حتى الرقبة، حتى الرقبة في السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مفيش حاجة تقريبا ما بتتحركش. النقطة التانية، السجود ذات نفسه في حد ذاته معجزة. ليه؟ إن بيخلي ضغط الدم يزيد في الدماغ. طب ده حاجة متعبة؟ لا، دي بتبقى مريحة جدا لمريض الضغط، وبتوصل الدم لجميع أنحاء الدماغ. يمكن الدماغ ممكن في يعني أماكن معينة ممكن ما يوصلهاش الدم غير مع السجود، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا. حتى الواحد يقول لك أنا خملان بس لما قمت صليت الظهر لقيت النشاط رجع لي تاني. ليه؟ لا، هو النشاط ما رجعلكش، هو في أجزاء من الدماغ ما وصلهاش الدم غير لما حصل السجود فضغط الدم زاد فيه، عشان كده حصل لك مسألة النشاط. طيب هو كمان مضاد للتيبس. يعني التيبس انت تفضل على وضعية واحدة باستمرار فترة طويلة بيعمل تيبس، لكن الصلاة مقاومة للتيبس ومن الدرجة الأولى كمان. طبعا ده احنا كمان ما اتكلمناش في مسألة الوضوء والطهارة، وإن أنت بتغسل أعضاء جسمك اللي هي بتعرض للهواء والتراب وما إلى ذلك والفيروسات كتير، يعني دي نقطة كمان يعني إضافية. طيب النقطة السادسة، الكحوليات اللي هو الخمور. الكحوليات والخمور والدراجز عندنا ما بيكونش الموضوع ان احنا الاغلبيه طبعا مسلمه ملهاش ان هي تشرب الخمور. طب هي الخمره مضره في ايه؟ اقول لك الخمره مضره جدا جدا جدا، وخصوصا للكبد. بتعمل السيروسس او تشمع الكبد، ودي مشكلتها كبيره جدا، ودي ممكن نعمل يعني عنها حلقه واضرارها. ان احنا ما عندناش مسألة الخمور والكحوليات. النقطة التانية الدراجز، بس ده موجود طبعا في الغرب، ده بيأثر على الصحة جامد، بيأثر على الكبد جامد. النقطة التانية الدراجز او المخدرات، بيبقى في عندهم زي كوتا معينة تقدر ان انت تاخدها، طبعا ده مش موجود عندنا والحمد لله. فده برضه من الحاجات اللي بتحافظ على الصحة. النقطة السابعة والأخيرة عشان ما أطولش عليكم، هي مسألة ماء زمزم والحج والعمرة. طبعا الحج والعمرة الراحة النفسية في حد ذاتها دي بترفع المناعة لوحدها. ماء زمزم طبعا هو ده برضو محتاج حلقة لوحدها، بس ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا، لأن هو بيتميز بالنقاء العالي، التركيبة المعدنية الغنية والنادرة اللي مش موجودة، وهو أفضل ماء على وجه الأرض. النقطة التانية في كمية من البيكربونات. النقطة الرابعة كمان إن هو الثبات بتاعه وعدم التغير، دي نقطة جميلة جدا موجودة فيه. الكثافة بتاعته أعلى من المية العادية. مسألة كمان الحمضية الزايدة فيه دي برضو نقطة تانية. كده احنا تقريبا لمينا 7 نقاط بتخلي صحة المصري أفضل من صحة الغرب، وأنا بتكلم عن الصحة ذات نفسها مش الخدمات الطبية الموجودة في المستشفيات أو في التأمينات الصحية أو ما إلى ذلك، عشان محدش يفهم النقطة غلط. ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.